مرحبا يا أحلى ناس. صحيت اليوم الصبح على اتصال من أخي، قال لي يلا قومي بدنا نعمل مفاجأة لبابا بعيد ميلاده. يا رب يطول لي بعمره ويعطيه الصحة وطول العمر. أنا شو عملت؟ دغري لبست على السريع، ما لحقت حتى أشرب قهوتي. أول شغلة سويناها وصينا على قالب الجاتو، ولما وصلت اجتمعت أنا وأختي وفورا بلشنا بالبقدونس للتبولة. هون كان في كائن صغير بده ياخد البقدونسات. البندورة والخيار قطعناهم، والبرغل كنا ناقعينهم حطيناهم فوق التبولة. وعلى جنب حضرنا اليالنجي ونقعنا الرز. البندورة والبقدونس قطعناهم ناعم وحطيناهم فوق الرزات، والبصلة هيك حمسناها بالزيت مع رشة ملح، وبعد ما دبلت معنا شوي حطيناها فوق التتبيلة، ومعلقة القهوة والزيت والدبس الرمان، ويا عيني شو الريحة بتشهي. ولا ننسى معلقة الشطة. وبلشنا بلف اليالنجي، ويا عيني يا عيني على الأجواء واللمة الحلوة ما أحلاها. ولما خلصنا القسم الأكبر من لف اليالنجي أخي قال خلوني جرب أنا. شو يعني لف الورق؟ بسيط، عطينا ورقتين عنب وصرنا كلنا نراقبه. مسك الورقة أول شي بالعكس وحط الرز برا مش جوا، ورجع جرب مرة تانية ولف شكلها مثل السيكارة العريضة، وصرنا نضحك وما خليناه يكمل غير كم ورقة للذكرى. المهم ضبينا لفات الغريبة على جنب وكملنا نحن الشغل. ولما استوى اليالنجي هو أول واحد أكل من لفاته وقال شايفين أطيب شي لفاتي. واليالنجي يا حبايب قلبي حطيناه على الغاز، والتبولة تبلناها بالملح والحمض ورشة الزيت لا ننساها. وهيك جهزنا التبولة واليالنجي للعيد الميلاد. لسه في بقية الأكلات، إذا بتحبوا تابعوا الفيديو التاني لتشوفوا شو حضرنا. وعن جد يا جماعة هيك لحظات بتحس إنه العيلة هي الكنز الحقيقي.